كذلك تخلط مع شخصيه واحده لا أخرى. لا مش لا هو لا هو اخر، هو لا الشخصيه الاخرى تاع لا هو هذا تاع الجلفه ياك. ايه بس هو ليس لا هو. نعرفه نعرفه مليح ونسمع له شعره الشعبي ونقدوا للاخر، لكن بدون انا مش تشخيص، انا طبعا القضيه ما يهمش كشخص، لكن فقط باش نذكره هو بماضيه انه اصلا باش دخل كنيابي فيما بعد وحطوه في لافلان وحطوه عطاو له منصب، من بعد ولا يدير 40 مليون تاع البرلمان وجواز دبلوماسي وكذا، جات من شويه نقد كان عمله. مع ذلك انا في قضيه النقد انا نقول له باللي كان عندي جواز دبلوماسي ورميته له يعني كمثال. المشكله هو اللي راه ماهوش قادر يفرق بيناتها، هو انه نقد نظام حكم، نقد الافراد، نقد الاشخاص. عندك سيدنا عمر يقوم له شخص، اكثر روايات تقول خالد بن الوليد وهناك روايات تقول اخرى، يقول اسمعوا واطيعوا، يقول له والله لا سمع ولا طاعه حتى تورينا منين جبت هذاك اللباس، انت اطول منه وخذيت مثلنا القماش، كيفاش خدمت هذيك القندوره ولا هذاك القميص. عندنا سيدنا ابو بكر يقول ان اطعت الله فاطيعوني وان عصيت فلا طاعه لكم عليه. يقوم له راجل يقول والله لو تعصي الله نقوموك بالسيوف. صحابه خلفاء راشدون، لو كان بعد نبي لكان عمر يقول له نقوموك بالسيف، اصحابه يقوموه بالسيف. احنا بوتفليقه اللي فتح الاجواء للفرنسيس قاعد عندهم 88 يوم، وزراء داخلين خارجين كل ويكاند لفرنسا، وزراء فرنسا جايين يديروا لنا برامج تربيه وبرامج العداله وبرامج الجدارميه وبرامج البوليس وبرامج. فرنسا تحتل الجزائر في غرف الجزائريين من كل شيء. يصبح انتقاد سعداني وامثال سعداني اللي مهربين الملايير لفرنسا وغير فرنسا، وبوشوارب اللي كشفتها هذه اخر وثائق بنما وغيرها، يصبح وكانه تهجم على الجزائر. العكس هو الصحيح. انتم مستفيدين ناهبين ولا تفهمون انكم تحطمون البلاد. انتم لا تفهمون، انتم عندكم عقليه الموت تاع التذكير تاع الكرواسون تاع الملكه اللي لما ثار الفرنسيس قالوا لها الناس ما عندهمش الخبز، قالت لهم اعطوهم ياكلوا الكرواسون، لانها كانت عايشه في مفهوم الملكيه. انتم اليوم ما بين سيدي يحيى وما بين كلوب دي بان وما بين ارقى الاحياء في الجزائر العاصمه وفي غير الجزائر العاصمه، فمنقطعين تماما مع الشعب الجزائري، منقطعين تماما. واي نقد لحاكم، لوزير فاسد، لرئيس فاسد، لوالي فاسد، لرئيس بلديه فاسد، يصبح تهجم على الجزائر، يصبح قنبله للجزائر. سنغافوره اللي اعطيناها مثال كانت باختصار بسيط اتجهت للاتجاه الصحيح وهو الاستثمار في التعليم، وتركت خردة السلاح اللي اليوم تبعثر ملايير دولارات للروس وشراء ذمم الدول وغيرها. والقضية تطول وتطول جدا لو ندخل فيها في تذكيرك يا سيد. سيد مصطفى بن عطله.